اعملوا زي من فترة كده ربنا أنعم عليا بابتلاء المرض، والحمد لله. بس ما كناش عارفين التعب اللي عندي ايه. بعديها شخصنا المرض وعرفنا ان هو مرض مناعي بيجي لكل 5 مليون فرد، وانا كنت الفرد ده الحمد لله والنعمة والفضل لله. فكان علاجي، هو مش علاج، كان الكورتيزون، عشان لما بتجيلي الانتكاسة بتبقى قوية ماليش حل ان انا اخد كورتيزون عشان اوقف التعب اللي عندي ده. فكان في دكتور قريب مني، قريب جدا يعني. فلما جالي الانتكاسه كنت عايزه اعرف الجرعه اللي بياخد كورتيزون، عافاكم الله يا رب وشافى كل مريض، عارف ان الكورتيزون ده بيتاخد بجرعات معينه. فقلت له اخد الجرعه قد ايه دلوقتي وانا تعبانه قوي؟ رد قال لي هو انت فاكره ان الكورتيزون ده علاج؟ ده انت هتموتي بمرضك. الكلمه نزلت عليا صعقه بصراحه، ومش عايزه اقول لكم احساسي كان ايه ساعتها، يا ربنا ما يعيد اليوم ده. بس كنت قاعدة وكان التلفزيون شغال جنبي، وكان في شيخ بيتكلم عن أم المؤمنين أم سلمة، وكان بيحكي إن جوزها أبو سلمة مات، استشهد في غزوة أحد. وبعديها كانت قالت دعاء قاله لها النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بس هي يعني في بالها يعني الدعاء ده يعني المفروض ان هو هي يعني هيبدلها زوج خير من ابو سلمة. ابو سلمة كان من اول المهاجرين للحبشه، راح الهجره الاولى الحبشه وهاجر للمدينه المنوره مع النبي عليه الصلاه والسلام. و... وحضر غزوة بدر وحضر غزوة أحد واستشهد فيها، كان نعم الزوج، كان في كل مواصفات الزوج المثالي. فهي يعني قالت الدعاء اللي النبي وصاها بيه وبعدين ايه، ربنا ابدلها يعني مش زوج زي ابو سلمة اللي هو خير زوج في نظرها او في نظرنا، ده ابدلها بخير من يعني خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقت ام المؤمنين. فانا قاعده حزينه ساعتها وسمعت الكلام من الشيخ ده، وقلت ايه ده يا بنت ده؟ طيب ما تقومي كده، مش من تجربه، قومي من توكلي على الله، قولي الدعاء ده في مرضك ده اللي هو مرض الموت اللي هما بيقولوا عليه يعني. قمت اتوضيت وصليت، واخترت وقت كده كان وقت السحر كده، وصليت ركعتين وبعدين قعدت بقى يعني قلت الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. وسميت المصيبة والابتلاء اللي عندي المرض ده، وخلصت دعاء وانا على يقين في الله ان انا هتشفى من المرض، لدرجة ان انا قلت ايه يا رب انا هنام، كان خلاص بقى الوقت متأخر، وهقوم الصبح هرمي الدواء، بس خلاص هرميه، خلاص انا قلت الدعاء بتاع النبي اللي وصانا بيه نقوله ساعة الابتلاءات، وربنا هيبدلني خير من المرض ده، وانا تعبانة في المرض، كنت تعبانة فعلا الحمد لله. نمت وقمت من غير، ده يقيني في الله، من غير اي حاجة، دخلت على طول على المكان اللي فيه الدواء بتاعي واخدته ما رميتهوش يعني، حطيته في مكان بعيد، يعني مكان كده بعيد عن ايديا، وخلاص يا رب خلاص. وصدقوا بالله ان اللحظه دي المرض وكانه لم يكن، وكانه لم يكن، ومكان كان انا ما كانش عندي مرض مناعي. والله لو كان في ساعتها في دماغي ان انا يعني اعمل اشعه ولا اعمل اي حاجه عشان يعني اثبت لمين، مش عايزه اثبت لحد، انا كفايه ان انا الحمد لله ربنا شفاني وعافاني من المرض. الدعاء ده انا بستخدمه بقى في اقل حاجه، انا لو جالي صداع بقول الدعاء ده، انا لو اتخبطت بقول الدعاء ده، انا لما حد بيتعب عندي بقول له قول الدعاء ده. بس اهم حاجه انك تكون على يقين بالله ان الدعاء ده هيشفيك. وانا جايه اقول لكم النهارده الموضوع ده، انا بقالي سنين الحمد لله ربنا شفاني، بس جايه اقول لكم عشان اي حد عنده مرض، عنده ابتلاء، عنده حاجه صعبه جدا، عنده حاجه يعني ما تتحلش، قول المرض ده ام المؤمنين بقت ام المؤمنين، ام سلمة بقت ام المؤمنين زوجة النبي بعد الدعاء. فقولوا بس على يقين في الله ان هو هينجيك وهيشفيك من اللي انت فيه. انا غادة اتمنى لكم السعادة، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.